قدامكم ان انا عملت عصير مانجا، ومتخيلين ان انا جبت شويه مانجا حطيتهم في الخلاط، لكن الحقيقه لا خالص. انا حطيت مكون حلو قوي على المانجا واداني طعم المانجا في حته تانية خالص. قليل قوي اللي بيعملوا المانجا باللبن، بس صدقوني لو جربتوها هتدمنوها. مش هتعملوا اي طريقه مانجا عصير غير بالطريقه دي. انا جبت مانجايه، والمانجايه عليها كوبايه واحده من اللبن و3 معالق من السكر. هتستخدمي مانجا زبديه يبقى قللي في السكر، لان السكر بتاعها بيكون عالي، فاحنا عايزين ما تبقاش حاجه السكر بتاعها دايما في العصاير قوي. لما بتبقى السكر بتاعها هادي بيكون طعمها مميز وبتحسوا بطعم الفاكهه فعلا. العصير مش بس لازم يكون مسكر قوي، لا، العصير عشان نحس ونستمتع بطعم الفاكهه البيوريه اللي مضروبه في الخلاط، فعايزين نحس بطعم الفاكهه قوي. ما تكتروش دايما سكر في العصير خالص، لكن لو الفاكهه عندكم مش مسكره تقدروا تحطوا سكر مفيش مشكله. لكن المانجا من الحاجات المسكره قوي ومن الحاجات اللي بنحب طعمها القوي يظهر، فما تكتروش السكر عليها لو بتستخدموا نوع كويس وطعمه مميز. هجيب بقى المانجا بتاعتي وهخليها باي طريقه انتوا بتحبوا تخلوا بيها. انا بقطعها كده نصين وببدا ان انا اخليها من جوه، وطبعا القشر ده ورايا كده تطار واقف ورايا، اولادي يعني بياخدوها بقى يتسلوا عليها كده. فانا برضو وانا بنضف ما بنضفش قوي عشان عارفه ان هم هياكلوا يعني ورايا هيمصمصوا القشر. هحط بقى 3 معالق من السكر على المانجايه وكوبايه من اللبن. هقلبها بقى كده وعلى طول بالخلاط. لو عندك هاند بلندر تقدري في المرحله دي تضربي بالهاند بلندر، لو ما عندكيش حطي في الخلاط وعلى طول اضربيها ضربتين 3 كده. وانا عقبال ما العصير ينضرب معايا في الخلاط هقطع برضو مانجايه مكعبات علشان اخليها زي بتاعه المحلات بالظبط. وانتي بتاكلي كده وانتي بتشربي العصير هتحسي بطعم المانجا القطع اللي موجوده جواها. سامحوني على زاويه التصوير، بس انا والله فعلا ما خدتش بالي وانا بصور في اثناء صب العصير. هقطع بقى المانجا كده مكعبات، وهبدا ان انا الفتره دي خلاص كنت الوقت ده يعني كنت ضربت المانجا في الخلاط، وهبدا ان انا اجيب الكوبايات احط فيها مكعبات من التلج، وفوق مكعبات التلج هحط مكعبات المانجا، وهبدا اصب العصير بتاعي. في عصير ممكن يطلع معاكي لونه فاتح بسبب اللبن، حابه تحطي لون مفيش مشكله، حابه تحتفظي باللون الطبيعي بتاع المانجا واللبن برضو اللون كان حلو قوي، وكان فعلا كان لونه قوي، ما كانش محتاج معايا خالص اي لون. هبدا بقى ان انا اجيب كوبايات بتاعتي او اي حاجه انت هتحطي فيها العصير، احط فيها مكعب التلج، وفوق مكعب التلج احط مكعبات المانجا، وهبدا ان انا اصب العصير. وانتي بتشربي العصير كده هتحس بقطع المانجا كده، وانتي بتشربي فيه قطع كده هتاكليها، فهيبقى طعمها حلو قوي وهتكون مميزة، وتقدري تحتفظي بيها في التلاجة كمان تسقعيها لضيوفك. اتمنى الوصفة لو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك، لان اللايك اللي بيرفع الناس الفيديو للناس يشوفوه. واتمنى كمان لو بتتفرجي على الفيسبوك تعملي شير للوصفة، يعني تاخدوه مشاركة علشان ناس كتير يستفادوا منه. وقولوا لي في التعليقات عايزين وصفات ايه تاني اعملها لكم. دمتم بألف خير وربنا يديمكم نعمة في حياتي. كنت معاكم الشيف هبة شيحة من قناتي على اليوتيوب مطبخ هبة شيحة. ما تنسيش تحطي اللايك قبل ما تخرجي من الفيديو. دمتم بألف خير ومع السلامة.